السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي في إطار الفيديوهات التي أقوم بنشرها استعدادا لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات. إذن اليوم وعلى بركة الله سأقوم بتصحيح ديداكتيك الرياضيات دورة 2017. وكما تعلمون فامتحان الرياضيات يتكون من جزئين. الجزء الأول يكون عبارة عن اختيارات QCM عليه 10 ديال النقاط، والجزء الثاني عبارة عن ديداكتيك، هو كذلك يكون مقسم. الجزء الأول 3 نقاط، ثم الجزء الثاني اللي كتكون فيه أسئلة مقالية وكيطلبوا منكم تخطيط ديال الدرس، وكيطلبوا منكم ديروا جددة أو لا امتحان على هذه الطريقة. تيكون هو اللي عليه نقاط كثيرة. إذن اليوم ونزولا عند رغبة مجموعة من الإخوان نقوم إن شاء الله بتصحيح هذا الديداكتيك. إذن قبل ما نبدأ في الديداكتيك وباش تدعمونا في نشر مزيد من الفيديوهات على القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. إذن على بركة الله، تصحيح ديداكتيك الرياضيات دورة 2017. إذن عندنا هنايا الوضعية المشكلة أو لا المسألة نعتبر وضعية لحصة تدريب متعلمي المستوى الثالث ابتدائي على استثمار التعلمات المكتسبة في حل المسائل، وكذلك تقييم مدى اكتساب منهجية حلها، حيث قدم الأستاذ النشاط التالي. إذن رافقت زينب ابنة خالتها إلى السوق مركزي لشراء سلسلة قصص الخيال العلمي تتكون من 4 أجزاء ب67 درهم، ومحفظة صغيرة الحجم ب14 درهما. دفعت عند الأداء ورقة مالية من فئة 100 درهم. كم رد عليها؟ إذن هنايا الأغلبية ديال المترشحين للأسف كيمشيو مباشرة بلا ما يقراو الأسئلة وكيجاوبوا على السؤال. هنا راه ما مطلوبش عندنا نجاوبوا على السؤال، هنا راه كاينين الأسئلة ديال الديداكتيك اللي مطلوبين منا نحن كمترشحين، ماشي مطلوب منا أننا نجاوبوا على السؤال. هنا خصني نطرق لواحد المسألة مهمة، أن خصكم تفرقوا بين التمارين الرياضية وبين المسألة. في الرياضيات فالتمارين الرياضية تعالج العمليات الحسابية وتستهدف تعليم مفاهيم رياضية، بينما مسألة فغايتها تعليم مبادئ التعلم التي تتعلق بحل المشكلات. حل المسألة يستدعي فهم مضمونها أولا، والتفكير في وضع خطة منهجية للوصول للحل. هذا فيما يخص الفرق أو التعريف المسألة والتمارين الرياضية. إذن هنا عندنا الأسئلة المصاحبة لهذه الوضعية. السؤال الأول: حدد هدفين لهذا النشاط. لأي وظيفة من وظائف التقويم تشخيصي تكويني إشهادي تم تقديم هذا النشاط مع التعليل؟ ثالثا: اذكر صعوبتين يمكن أن تعيق عملية فهم المسألة لدى المتعلم، مستدلا بأمثلة توضيحية من النشاط المقترح. أعد صياغة النشاط المقترح بحيث تساعد المتعلم على تجاوز بعض الصعوبات المتعلقة بالفهم. خامسا: ضع تصورا لسيناريو تدبير هذا النشاط مبرزا ما يلي: أهم مراحل حل المسألة الرياضية، مهام وأدوار الأستاذ، مهام وأدوار المتعلم، الوسائل أو المعينات الديداكتيكية المستعملة، ثم صيغ العمل. سادسا وأخيرا: اقترح سبلا لمعالجة الصعوبات المتعلقة باستعمال وتوظيف
التعلمات. إذن هذه هي الوضعية ومصحوبة ب6 ديال الأسئلة. إذن على بركة الله سوف نمر إلى الأجوبة. إذن السؤال الأول: تحديد هدفين لهذا النشاط. إذن وكما قرأنا من قبل، فالنشاط هو عبارة عن مسألة تخص المستوى الثالث. إذن تحديد هدفين لهذا النشاط. إذن الهدف الأول هو أن يتمكن المتعلم من قراءة نص المسألة وتحليله وفهمه، يعني يتمكن أنه يقرأ نص المسألة ويتبع الخطوات ديال قراءة وفهم نص المسألة ويقوم بتحليله يعني وفهمه لكي يتوصل إلى الحل. الهدف الثاني وهو التمييز بين المعطيات الأساسية والمعطيات الزائدة الثانوية. يعني في أي مسألة تكون عندنا معطيات أساسية هي اللي غتساعدنا فاش نلقاو الحل، وكتكون عندنا معطيات زائدة. يعني هنا من بين الأهداف اللي كيركز عليها هنايا المعلم هو أن التلميذ خصو ضروري يفرق أو لا يميز بين المعطيات الأساسية والمعطيات الثانوية. إذن هادو الهدفين من هذه هدفين لهذا النشاط. ثانيا، لأي وظيفة من وظائف تقويم، يعني واش تشخيصي ولا تكويني ولا إشهادي، تم تقديم هذا النشاط. إذن هنايا بالنسبة لأنواع التقويم عندنا 3 ديال الأنواع. عندنا تقويم تشخيصي وهو إجراء نقوم به في مستهل عملية التدريس، يعني بداية كل مقطع تعليمي، يعني بداية الدرس أو لا في بداية السنة، حيث يعطي لمحة عن مدى استعداد المتعلم لمتابعة الدرس واستيعاب محتوياته. النوع الثاني وهو التقويم التكويني أو التقويم البنائي، هو إجراء نقوم به خلال عملية التدريس، حيث يتم تتبع مجهودات المتعلمين وقياس الصعوبات التي تعترضهم والتدخل بالتالي لتصحيح تلك الصعوبات. وأخيرا عندنا التقويم الإشهادي، وهو كيكون في نهاية السنة حيث تصاحبه شهادة، يعني بحال مثلا المستوى السادس أو الثالث إعدادي أو البكالوريا. يعني هنا لأي وظيفة من وظائف التقويم التشخيصي تكون التقويم هل تشخيصي تكويني إشهادي تم تقديم هذا النشاط. إذن هنا من خلال هذه المقدمة غادي نلاحظوا عندنا هنايا مجموعة ديال الأمور اللي غتخلينا نجاوب على السؤال. من خلال المقدمة المقترحة نجد جملة استثمار التعلمات المكتسبة في حل المسألة. هي هنايا استثمار المكتسب في حل المسألة، وكذلك تقييم مدى اكتساب منهجية حلها. يعني هذا التقويم دارو الأستاذ خلال مرحلة من مراحل الدرس، يعني فاش كان تيدير الدرس ارتأى أنه يدير هذا التقويم، يعني بما أنه كاين وسط الدرس فهو يعتبر تقويم تكويني كما قلنا، فهو تيكون خلال عملية التدريس. إذن وفي هذا السياق يعني ديال هذه المقدمة نتحدث عن التقويم كمرحلة من مراحل الدرس. إذن فالتقويم هنا هو تقويم تكويني أو بنائي. إذن ندوز إلى السؤال رقم 3: اذكر صعوبتين يمكن أن تعيق عملية فهم المسألة لدى المتعلم مستدلا بأمثلة توضيحية من النشاط المقترح. هنا بالنسبة للصعوبات ضروري كتكون في أسئلة متعلقة بالداكتيك، يعني كيقول لك ضروري اذكر الصعوبات، والسؤال اللي كيتبعو اشنا هما سبل معالجة هذه الصعوبات. يعني ضروري خصكم يكون عندكم إلمام بالجواب عن هذه الأسئلة. من بين وكجواب على السؤال، من بين الصعوبات التي من المحتمل أن تعيق عملية فهم المسألة لدى المتعلم عندنا مجموعة من الصعوبات. أولا درجة تركيب وصياغة نص المسألة. كيف؟ شوفوا معايا هنايا: رافقت زينب ابنة خالتها إلى سوق مركزي. اش كتلاحظوا هنايا في التقديم؟ يعني هو تقديم مركب فيه مجموعة من
التعقيدات. رافقت زينب ابنة خالتها إلى سوق مركزي، يعني سوق من الفوق مركزي، لشراء سلسلة قصص الخيال العلمي. هنا عندنا صعوبة في التركيب، يعني صعوبة في صياغة المسألة، يعني هذه صعوبة غتكون صعيبة على التلميذ في المستوى الثالث أنه يفهم نص المسألة. ثانيا أو لا مثال ديال هاد درجة التركيب: رافقت زينب ابنة خالتها إلى السوق المركزي. كما شفتوا، كما شرحت لكم، هنا عندي سلسلة قصص الخيال العلمي تتكون من 4 أجزاء. هنا التلميذ ممكن يعرف القصص، ولكن الخيال العلمي التلميذ في المستوى الثالث يعني راه صعيب باش يفهم الخيال العلمي، ما المقصود بالخيال العلمي. إذن فهنا عندنا صعوبات في اللغة اللغوية. عندنا كذلك أن الأثمنة هنايا تم الإشارة إليها دي اش، يعني التلميذ في المستوى الثالث راه ما غاديش يفهم هذا الرمز دي اش، يعني استعمال يعني أولا الأثمنة باستعمال الرمز دي اش. ثم عندنا السوق المركزي، التلميذ يفهم معنى السوق ولكن المركزي ما غاديش يفهمه. عندنا كذلك الأداء، كما تلاحظون هنا دفعت عند الأداء ورقة مالية، يعني التلميذ يعني غيكون عليه صعيب أنه يفهم كلمة الأداء، وبالتالي هنا عندنا صعوبات لغوية. إذن هادو هما الصعوبات التي من المحتمل أن تعيق عملية فهم المسألة. عندنا السؤال رقم 4: أعد صياغة النشاط المقترح بحيث تساعد المتعلم على تجاوز بعض الصعوبات المتعلقة بالفهم. يعني وكما شفنا في السؤال 3 عندنا مجموعة من الصعوبات اللي غتخلي التلميذ في المستوى الثالث أنه يكون بعيد كل البعد أنه يفهم نفس المسألة. أنت كمترشح اش غدير؟ خصك تعيد صياغة النشاط، يعني يقدم المترشح صياغة النشاط بلغة بسيطة غياخد فيها بعين الاعتبار المستوى الدراسي للمتعلم وهو المستوى الثالث، والهدف أو الأهداف المتوخاة من الحصة. يعني غادي تشد هاد نص المسألة وغادي تعاودو بطريقة بسيطة اللي تخلي التلاميذ ديال المستوى الثالث الابتدائي يفهموه بكل سهولة. إذا هنا عندنا مثال: اشترت زينب 4 قصص ب67 درهما و6 أقلام ب14 درهما. دفعت للكتب ورقة مالية من فئة 100 درهم، كم رد عليها؟ يعني بكل بساطة تمت صياغة نص المسألة بطريقة يمكن لتلميذ في المستوى الثالث أن يفهم المسألة ويجيب عليها. إذن هذا هو الجواب ديال السؤال رقم 4. إذن بقاو لنا 2 ديال الأسئلة، السؤال الخامس ثم السؤال السادس، غادي نشرحهم إن شاء الله في الفيديو المقبل، يعني باش ما نطول عليكم. إذا نتمنى يكون الفيديو عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا ولو قليلا، وما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد إن شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.